بداية نقف دقيق الصمت على أرواح شهدائنا. شهدائنا هم القادة المعلمين. ضمنها الإداريات الاجتماع التنظيمي من أجل النقاشات عن المعوقات، عن الصعوبات، عن الأمور التنظيمية، عن كثير أمور عن وضع المرأة بناحية الحميس. يعني نتمنى من الرفيقات يكون اجتماعا بالاجتماع الموسع يكون نقاشا موسع. روشة كونها أمتدى جيان دكن نبيكو حرها بالك جي بشوبينش بر حميها بال ريغبرن بر برسيارن ودنبا خباتن ريقستني سياسي جواكي دا جيه خدقرن شوباندنا ما يا روشة سياسي إيرو حمي جيهان دنبا صراع كيضايا و صراع وهي صراع كي جداترش الشر جيهان يكمين ويد يمين شر جيهان سيمين أم بنافدكن شر لسر برجوانديا شر كي بي سينور رناس فقاندنا هر شخصي هر ولاطي هر إنساني أما بالرنگ كي جلكي رحت اعتماد داينا سر تكنيكي بطريقة تكنولوجي شر يكونها حكس دخاسي حاكميتها خو بدي آباكرن شر كي لسر ماتن خامة شركي لسر برجواندين آبورية شركي لسر إرادة تسليم ورقرتنا يعني آبوري كده دسته كت ثروت بن عرده وسر عرده كده دسته كيش ولاتي أو دبي دست خلاطات بيقو بحزار لشكرة بخير رزق وهيرش كيف بالتكنيك كيف بالدبلوماسية كيف هر يك لسر ضعيفتيا لسر ضعيفتين برانبر خو آباد كيف سياسة کو ایرو تیمه شاندن او کتلائن گوبره ده جیهان دا هبون اشتاكتنا ناتو بطلا وارسو نما تشتكي بنابه بي نما دنابا رجلاتا نافين دا روسيا خاص ببي رولكي سركة وأمريكا خاص ببي رولكي سركة شوالات رجلاتا نافين دا بقرن حطاني سيني وحطاني حمي ولاطن عربي تابي سف سياسة وقدام شاندن أمريكا جبو كان بي روسيا بيباندور بكين غير الشر أوكرانيا بكين ودعم دا وحتى نهاجي دعم دده أفتش قصد الشر أوكرانيا ونابينا روسيا هيا اما او شر جبو قرب ببيت دها كور ببيت جعل السلاح دا جعل الذخيره دا يعني مادي معنوي هر كس دعم دده جبو اف شر بداوي نبت طبي وقت الشر بقريا نابا روسيا مجبور تركيز اخو يه دربا وهي صفحة حمي باقران مندري طبي نها طبيعا سياسة أمريكا جي بنرخينا
زماني مازن يا جبور وجلاطة نابين ديمقراطيك بكن وأف بروجاكي قلكي تمدريش مداخلة يا كميش عراقي ركرن جد حزن وسيادة دست بكن بشرى مداخلة أفغانستان كن وبشرى مداخلة سوريا كن دعيرة قدر حطانها حكومات وقتي خاصنها بابا كن سوريا جد حزر ودازده حطانها تشتي ودخاصن بهارتن شي بكر درها شي كن يعني راستي اكي روجلاتا نابين هيا اگر راستي روجلاتا نابين يك باش نخويني ونكاني بجناب روجلاتا نابين مداخلة بهارتن وبهارتن بكي ويش قريصة بيتر تشتكي نكاني بابا بكي جبر منطقي ولاة غربي ملات روجلاتا نابين بيمي يجي دبينن او نزان نقول ملاتا روجلاتا نابين جباكين كيف ندارن تقالي چاندي دا تقالي اولي دا تقالي بيكواتيا دا خودي چاندكي ديمقراطي هون فدرال بهبرا شيان كرنا ولبرانبري هيسن دربا هربونا خودي برتك قريصة عراقي حتى إلو چارسر نبي قريصة باكستان وسط وليبيا إلو ولي تركيا وبين 6 سالة نوبة شاركي دا وسوريا كرام برجع يعني اف سياسة امجينا غريبا سياستكي بود تاجي ددي رافان كبروش كددي رافاندن وتاجي راشد بهرا بكره طبعا اف سياسة دكت وان دقول تعمل هيشكن وتسليم بدن اما رزاني بوكو انساني كي وكا ريبر ابو هيا خدي ايديولوجيا كي ابقى سكون وخدي بروجة وفكر وفلسفة كي بروجة الرفيق نوهت قالت انه نحن كلياتنا اداريين وعم نقوم بعملنا ضمن مؤسسات الاداره الذاتيه او مجالس مؤتمرات. نحن كلياتنا عم نتابع الوضع السياسي بشكل عام من الناحيه الاجتماعيه والتنظيميه. طبعا في صراع بجميع انحاء العالم، هالصراع ما عم يشبه الحرب العالميه الاولى والثانيه. يمكن الحرب العالميه الاولى والثانيه نحن ما كنا موجودين فيها، بس نحن عبر صفحات التاريخ نعرف شو صار بهالحرب. هالحرب كانت شن او الهجمات ضمن القوات والجيوش والاسلحه الفتاكه، بينما هلا الصراعات صارت عن طريق التكنولوجيا، يعني عن طريق غرفه وموجود فيها اجهزه عم نتحكم بجميع العالم. طبعا الهدف من الصراعات بين القوى المهيمنه العالميه والراسماليه اللي عم تنحصر بالدوله الروسيه والدوله الامريكيه العظمى اللي في صراع بيناتهم، عم يحاولوا يحتلوا مناطق، جميع مناطق العالم وخاصه مناطق الشرق الاوسط المكنزه بخيرات باطنيه وظاهريه. هلا قبل انه كان في حلف ناتو وحلف وارسو، من خلال هالحلفين كل الدول الموجوده الحلف كانت تتحكم بالعالم. طبعا هالسياسه المتبعه هلا اصبحت ضعيفه، ما عاد تقدر تتحكم بالدول مثل ما كانت قبل. ليش؟ لانه الدوله القوميه صارت تتراجع للوراء. بهالفتره عم نشوف الشعوب التواقع للديمقراطيه، الشعوب التواقع للحريه، الشعوب التواقع انه تعيش حياه حره، حياه بكرامه، حياه بشكل متساوي بين جميع المكونات وجميع المعتقدات وبجميع الاطياف.
هلا هي عم تحاول تعيش بهذه الفلسفه والفكر اللي طالعه القائد عبد الله اوجلان. طبعا هالانظمه ما كانت تعرف انه راح يطلع من كردستان، ارض كردستان، من شعب كردستان فكر وفلسفه تنير للعالم الحياه المظلمه اللي كانوا يعيشوا فيها. فلانه هلا فكر وفلسفه القائد عبد الله اوجلان ما ظلت محصوره بين الشعب الكردي او شعب شمال شرق سوريا، بل اصبحت فكر وفلسفه تؤيده جميع المنظمات والحقوق الإنسانية التواقع للحرية والديمقراطية. مشان هيك هالمشروع اللي بناه القائد عبد الله اوجلان وهو فكرة أخوة الشعوب، الأمة الديمقراطية اللي تمثل جميع شعوب المنطقة، مو بس بمناطقنا بل كل مثلا عم نشوف في وفود عم تجي من برا عم تتبنى هالمشروع حتى تقوم ببناء هالمشروع بمناطقها كمان، لأنه عم تطالع الإنسان من الاستعباد والحياة الغير كريمة. انه هاي 49 شهر ما عم نتلقى اي خبر عن القائد عبد الله اوجلان، يعني اكثر من 3 سنين. ليش؟ لانه القائد عبد الله اوجلان قال انه في مناطق الشرق الاوسط ازمات وصعوبات كبيرة عم تنعاش فيها. القائد قال بس اعطوني مجال راح اقدر احاول او راح اقدر اشوف الحل خلال اسبوع لجميع هذه الازمات التي تعاش في المنطقه. بعد ما القائد قال هالمقوله، فالدوله التركيه والدول المشاركه بالمؤامره قطعت اي اتصال بين القائد عبد الله اوجلان والعائله وعن طريق المحامين او حتى منظمه CPT او يعني جميع المحامين. ليش؟ حتى القائد عبد الله اوجلان ما يقترح الحل لهذه الازمات. القائد عبد الله اوجلان اعطى مشروعه الذي بقي بالمنتصف، وهو مشروع المراه، مشروع الامه الديمقراطيه، مشروع اخوه الشعوب ليد المراه والشبيبه، لانه واثق انه المراه والشبيبه هن راح يقدروا يوصلوا هالمشروع لنهايته. نقيم الوضع التنظيمي. طبعا نحن كلياتنا نعرف انه من 2016 كحركة مؤتمر ستار نظمت نفسها في ناحية الحميس وبلداتها. إثر هزيمة داعش بالمنطقة ودخول فكر جديد للمنطقة وخروج المرأة من المنزل والتحدي للصعوبات والمعاقات التي واجهتها من قبل الذهنية الذكورية، من قبل السلطة، من قبل العادات والتقاليد اللي زرعها الرجل منذ آلاف السنين، وخاصة بالمناطق المكون العربي اللي هي أكثر تشددا من مناطقنا. رغم كل هالصعوبات المرأة بتل حميس وببلداتها، رغم كل هالصعوبات، رغم كل المعوقات، رغم التحديات، رغم وضع الكثير من العراقيل في وجه تطور المرأة، تغير المرأة، إثبات المرأة لوجودها بالبيت، بالحارة، بالقرية، بالمجتمع، بجميع مؤسسات الإدارة الذاتية. يعني المرأة لاقت صعوبة كثير كبيرة من التبعية ومن الاستعباد ومن الظلم ومن ممارسة جميع أنواع العنف عليها. يا ترى انتوا ببيتكم وشكم؟ يا ترى قدرتوا ولا لا؟ انتوا برا نساء قياديات عم تنادوا بتحرير المرأة ومساواتها مع الرجل والوصول لجميع حقوقها. نتطرق على نقطة مهمة هي الدورات الفكرية. الرفيقات أكثر يقولون إحنا لازم نتابع السياسة، لازم نتابع فكر الرفيق عبد الله اوجلان.